وصفتنا النهارده هي المنين او كعب الغزال. هقول لكم ازاي يطلع معاكم ناعم وبيدوب في البق، وكمان هقول لكم ازاي ان العجوه تبقى ناعمه جدا مش ناشفه خالص في قلب العجينه من جوه، وبجد مش هتبطلوا تعملوه في البيت. شايفين قد ايه شكله حلو، كمان لونه حلو قوي زي ما قلت لكم، قوامه حلو جدا ناعم جدا بيدوب في البق. العجوه كمان طريه قوي، ملهاش علاقه بالعجوه الناشفه اللي بنشتريها من المحلات. شايفين ازاي ناعم. اول حاجه معايا كيلو من الدقيق متعدد الصدمات، نخلينه كويس، واحط عليه معلقه كبيره من السكر، وكمان معلقه كبيره من الخميره، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من ريحه الكحك، ودي اختياريه. هنقلب المكونات الجافه مع بعض الاول. بعد كده هنكون مجهزين معانا كوبايه من الزبده على كوبايه من الزيت. بعد كده هنغلف الدقيق بالزبده والزيت بتاعنا، احنا مش هنعجن. ومعايا كوبايه وربع من الحليب الدافي، هنزل بيهم على الخليط، وهنبدا نلم العجينه مش نعجن، لو عجنا هتنشف، احنا عايزينها تبقى ناعمه وبتدوب في البق. بعد كده هسيبها ترتاح لمده ربع ساعه قبل ما نجهز العجوه. بعد كده هنجهز العجوه. انا معايا كيلو من العجوه، واحط عليهم 4 معالق كبيره من الزبده او السمنه، وهقلبهم مع بعض على النار. اول ما العجوه تفك هنشيلها من على النار على طول. الحركه دي بتخلي العجوه تبقى ناعمه جدا، ما تنشفش خالص لما تدخل الفرن. بعد كده العجينه بعد ما ارتاحت هناخدها ونفردها على شكل مستطيل كده، واحاول ان انا اسوي الاطراف بتاعتها. طبعا احنا الاطراف اللي هنشيلها هنرجع نعملها تاني. كمان هنخلي العجينه ارتفاعها مش رفيع ومش تخين. بعد كده هنغطيها بالعجوه اللي احنا مجهزينها مع بعض. بعد كده هنبدا نلف رول، انا هلفها لفتين اتنين، يعني دي واحده كمان. بعد كده هضغط عليها كويس واقطعها. الجزء التاني هنعمله بنفس الطريقه، مش نرميه، يعني احنا بنفرد العجينه كلها مره واحده كتسهيلا، يعني ان احنا نقعد نفرد كذا مره وبتدينا نفس النتيجه. شايفين قد كده اول مره، اول واحده، وبعد كده دي اللفه التانيه. بعد كده هنجيب سكينه ونقطعها بالحجم اللي احنا عايزينه، سواء عايزاها كبيره تخينه رفيعه براحتك خالص، تقدري تتحكمي في الحجم زي ما تحبي. طبعا احنا في الوقت ده نكون مجهزين الفرن على درجه حراره 180 علشان يسخن كويس. بعد كده معايا صينيه فرن وحاطه فيها ورقه زبده. هنبدا ناخد كعب الغزال بتاعنا او المنين بتاعنا ونرصه كده، ونرصه في قلب الصينيه بتاعتنا. ده كان شكل بعد ما خلصت كل الكميه. هيكون معايا ربع كوبايه من اللبن، وممكن كمان تكون صفار بيضه وتحط عليها رشه فانيليا. هبدا كده ادهن الوش بتاع كعب الغزال او المنين باللبن، وهبدا اخد كل واحده ومعايا نص كوبايه من السمسم، وهنزل المنين في قلب السمسم، يبقى متغطي كله بالسمسم. مش الخطوه دي بتبقى مختلفه غير ما احنا نرش بايدينا كده. طبعا لو عايز ترش بايدك براحتك خالص، كمان لو عايزه تضيفي سمسم في قلب العجينه ممكن تضيفي نص كوبايه من السمسم، دي خطوه اختياريه برده براحتك. او هندخلها الفرن على درجه حراره 180، بياخد من 10 ل 12 دقيقه. اول ما ياخد لون ذهبي حلو من تحت هنشغله الشوايه ياخد لون ذهبي من فوق. بجد طعمه حلو قوي، شكله حلو جدا زي اللي بنشتريه بالظبط، كمان متغطي كله بالسمسم. العجوه قد ايه ناعمه من جوه، والعجينه لوحدها اصلا تحفه بتدوب في البق. ولو جربت الطريقه دي مش هشتريه من بره تاني. شايفين ناعمه ازاي وبتدوب في البق، طعمها حلو قوي. هستناكم تجربوها وتقولي رايكم.